عليكم، صباح الخير ولا مس الخير عليكم وين ما كنتوا. رمضان مبارك، رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. حبيت نبدا لكم اليوم اول ايام شهر رمضان، حبيت نبداه بحاجة حلوة، ربي يحلي لكم ياماتكم ان شاء الله عليكم وعلينا. اليوم انا رايحين نبداو بقلب اللوز. قلب اللوز تاع اليوم محشي. المقادير تاعو كالاتي. على بالكم قلب اللوز لازم دائما نبداو بالشاربات. واليوم درت بهذا الكاس، كيلت لكم بهذا الكاس. وفي الوصفه تحت صندوق، في صندوق الوصفه راكم رايحين تلقاو المقادير بالجرامات. الشاربات عندي كاس ونص تاع سكر، تلت كيسان ماء، وكاس هكذا فنيجل صغير اللي يرفد 100 مليلتر تاع لاتاي تاع ماء الزهر. نديرو دائما الشربات تاعنا هي الاولى. عندي هنا السكر، دائما الماء ضعف تاع السكر. ومع باش ما ننساهش هنا كيما راكم تشوفوا راني درت اون ترونش تاع القارص هكذا. راني دايرتهم على نار متوسطه، نخلوهم حتى يبداو يغليو. كي يغلي هاد الخليط كاع، كي يغلي يبدا يغلي، نحسبوا له 10 دقائق ونطفيو له. والاخر ديالنا والما زهر ما نديروهش حتى كي قريب يبرد تماما. وعلاش؟ كي نديرو الماء زهر في الشربات تاعنا هكاك وهو سخون او رايح يروح كاع المفعول تاعو، ما تجيناش ريحه الماء زهر في قلب اللوز تاعنا. ماذا بكم حتى قريب يبرد كاع الشربات باش نديرو هاد 100 ملي تاع الماء زهر. نحي انا هادو ما نسحقهمش هكذا. دوقا نجيكم في المقادير تاع القلب اللوز. هنا عندي تلت كيسان، دائما هذا هو الكاس اللي كيلت به ويرفد 250 مليلتر. عندي تلت كيسان تاع تشيشة القلب اللوز، تشيشة خشينة، ماشي تشيشة المقروط خشينة على تشيشة المقروط، ماشي راني نقول لكم ونعاود خشين ماشي متوسط كما راكم تشوفوا خشينه. عندي تلت كيسان، كاس ونص تاع السكر. في صندوق الوصف تلقاو المقادير بالجرامات ان شاء الله. نخلطوهم مليح. استعملوا مغرفه ولا ما حبيتوش، ولكن من الاحسن طريقه تقليديه. انا كنت درت قلب اللوز ديجا، الوصفه الاصليه ما زدت فيها والو. ان شاء الله يسمحوا لي اصحاب المهنه، لان رانا دخلنا فيها البن وهما ما يديروا لهاش البن. هكذا دخلوه مليح حتى تتاكدوا راهو بحبه بحبه. هنا نزيدوا له عندي لهنا على راس المغرفه برك كيما راكم تشوفوا لا ليفير شيميك، خميره كيميائيه. هنا عندي مغرفه صغيره ماشي معمره تاع الملح، لازم هادو يديرونا لا بالونس هاد الملح هدايا. هنا عندي 125 مليلتر اللي هو النصف تاع هاد الكاس. قلت الكاس يرفد 250، صافي النصف تاعو 125 مليلتر تاع عندي السمن. قلب اللوز سمحوا لي يعني اذواق واراء، ولكن قلب اللوز لازم له السمن، هو اللي السمن والماء الزهر هما اللي يعطوا له هذاك الذوق الرائع. كل واحد والذوق تاعو، ولكن انا هكذا نخلط هادو مليح. بيان سور تكونوا وجدتوا السنيوه تاعكم. هكذا دخلوه مليح. بما اني قلت لكم قلب اللوز محشي، راني موجده هنايا عندي هنا حوالي 100 غرام برك تاع اللوز.
بقشور ورحيته. انا حنقص شويه برك هكذا كمشه نخلطها هنايا. يعني ماشي لازم لكم بزاف تاع اللوز. انا ما حبيتش نديرو سامبل. كاين بزاف اللي راهم يشوفوا القنوات تاعنا الجزائريه، يعني كي يسمعوا قلب اللوز لازم يعرفوا باللي يقولوا لك قلب اللوز، وعلاش سماوه قلب اللوز؟ فيه اللوز وما كاش، يعني حنا كاين اللي يديروه بلا لوز. حبيت يعني باش كي يشوفوها يعرفوا ان بداخل هذا الحشو هدايا، بداخل هدية كاين لوز. ولكن حنا في الجزائر نعرفوا بعضنا نقدروا نديروه سامبل، قلب اللوز سامبل هكذا ونخليه بجاه هكذا. هنايا نضيف 125 مليلتر، نص تاع الكاس ديالي تاع البن. ومعاه 50 ملي كاس تاع لاتاي هكذا، ماشي معمر مليح 50، لان الكاس يرفد 100 ملي تاع المزهر. ونخلط هكذا المزيج تاعي. حبيت نزيد، كاين بزاف اللي ما ينجح لهمش قلب اللوز على هذاك، ولينا نزيدوا له البن. البن يعتبر كمرطب، البن ولا الياغورت ولا الحليب، راكو على بالكم باللي مخمرين فيهم البكتيريا، هذيك البكتيريا تساعد بزاف هكذا. راني تحصلت على هذا الخليط. دوقا كيفاش ندير. عندي السنيوه هذه تاعي راني دهنتها، ولا هنا يعني زمان كانوا يديروا هكا في السنيوه تاع النحاس. اللي عنده هاد السنيوه من الاحسن، انا بما ان هذه صغيره ما درتش فيها، اللي عنده هذه من الاحسن ورايح يطيب فيها القلب اللوز ما شاء الله. اللي ما عندوش اي سنيوات ادي الغرض. هنا نرفد، انا حنقسم انا هنايا القلب اللوز تاعي هكذا. ونسيي نمشيه كيما راكو تشوفوا. هاي بدات هنا الشربات تاعي تغلي 10 دقائق، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. وكيما قلت لكم المزهر حتى قريب تبرد. باش نديروا المزهر تاعنا ما نديروهش والشربات وهو سخون، ولا ما كاش يروح لها كاع يتيك الاخر ديالها. هكذا نزيد شويه باش نغلق هنا. ونقول لكم حاجه، الشيشه تختلف، يقدر يجري لكم هكذا كيما راهو جاني انا هكذايا، ويقدر يبقى شايد روحو تما تقعدوا تواسوا به بصبعتيكم. جامي تعجنوه القلب اللوز، جامي تعجنوه. هنا نضيف هذا الخليط ديالي اللي درتو، بما انه قلب اللوز محشي ندردر له هكذايا. هذه حاجة تاع قلب اللوز يعني حلوة تقليدية جزائرية بحتة 100%. نقولها ونعاودها، ما يشاركنا فيها حتى واحد. كاين بزاف حوايج يعني حلويات أكلات نديروها حنا كاع في المغرب العربي جميعا مشاركين فيها، ولكن كل بلد عنده حاجة ديالو. وهذا قلب اللوز هدايا يعني من الثقافة تاعنا. ان شاء الله يبقى ويتعلموه بناتنا خياتنا، يتعلموه ويديروه على اصوله هكذا كيما راكو تشوفوا. وهنا نسيي نحاول دوقا نمشيلو كاع هذا نغطيه. الشربات راهي تغلي، نحسب لها 10 دقائق. انا دوق نكمل هكذا حتى نغطي قلب اللوز تاعي ونتلاقاو. هاوليك القلب اللوز تاعي بعد ما غطيته درت طبقه، ومن بعد زدت الحشو ديالي، ومن بعد زدت طبقه الاخرى. دوقا اللي سيوه بصح كي اللي سيوه ما نبلاطيوهش بالعقل برك. اللي عنده انكوباد هكذايا يليسي بها يعني سهله، واللي ما عندوش غير بهدايا بهذا الفوقاني هذا تاع المغرف يليسي به، هذا ما كان
هكذا بلا ما يزير. شوفوا كيفاش على خطره منها لاباط تتليسه. بالعقل برك. واللي ما حبش يدير ما عندوش كوبات يدير غير بهدايا هكذا برك ويمشي. هذه تاني سهله بلا ما تعبزوا عليه. يد واحده راهي تخدم، راهي لهنا تليسي، ويد واحده راهي تدور في السنيوه باش يجيكم ساهل. هكذا كي ديجا انا جاني بزاف ليس. هنايا بالطول شدوا السنيوه تاعكم بالطول، طراسيو برك، ما تحبطوش يدكم حتى لتحت. هكذا مرسوات يجوكم على بالكم قلب اللوز يجي بالطول، ما نديروهمش بزاف عراض. هنايا نديروهمش بزاف عراض. بعد ما تكملوا تطراسيوه نرشقوه باللوز، وكل واحد واش عنده في دارو. اللي ما عندوش اللوز يقدر يبدلو بالكاوكاو ولا باي حاجه واحده اخرى، الفواكه الجافه. نطراسيو برك بلا ما نلحقوا لتحت. من بعد نرشقوا له اللوز، من بعد نخلوه يريح، عطولو يريح حتى لساعه ولا حبيتو، باش السكر هذاك اللي فيه يذوب. على بها نخلوه يريح. نرشقوا له هكذا اللوز تاعنا. كيما راكم تشوفوا حاجه واحده اخرى نقولها لكم، راكم تشوفوا ما دهناش هنايا القلب اللوز تاعنا، ماشي كيما في القلب اللوز الاصلي. قلب اللوز الاصلي ندهنوه، هذا بما انه فيه البن رايح يحمر لكم. تمتم حذاري في الطياب، تشوفوه حمار ولكن ما طابش، ولكن يبقى لكم الداخل خضر. صافي كي طيبوه القلب اللوز تاعكم 180 درجه حتى ل 200 درجه، يقدر ياخذ لكم حتى لساعه. تشوفوا هاد الاطراف ماشي برك حمار، غير في هاد القلب اللوز، يعني في هاد القلب اللوز اللي فيه البن، الاطراف هادو حتى تشوفوهم بخاصك تحرقوا باش تتاكدوا باللي القلب اللوز راهو طايب. ولا ما كاش غير تشوفوه خرج هكاك حمار وشباب، الداخل تلقاوه معجن. حذاري في هديه. كيما قلت لكم انا دوق نكمل هكذا، نرشق اللوز تاعي نخليه يرتاح حوالي نص ساعه حتى ل 45 دقيقه. في هذاك الوقت الفوق تاعكم يكون مشعول ويكون سخن مليح. نتلاقاو كي نديرو يطيب ان شاء الله، نتلاقاو بعد ما يطيب ونشربوه كيف كيف. هاوليك القلب اللوز تاعي بعد ما طاب راه وخدا هذاك اللون الشباب الرائع ما شاء الله. هنا نزيد هذيك 100 ملي تاع الماء الزهر، نزيدها للشربات تاعي. الشربات بيان سور راهو بارد. نحي هاد لا ترونش تاع القارص ونشرب لهنا الشربات تاعي على بركه الله. بسم الله. كي تسمعوا هذا الحس هذا دليل يعني قلب اللوز تاعكم ناجح ان شاء الله 100%. عوموا قاع القلب اللوز تاعكم ما تخافوش. دوك يبدا يطرى. عوموا قاع يتيك القلب اللوز تاعكم، فرغوا له قاع الشربات اللي درتوها، هذاك هو المقدار تاعها. عاودوا دخلوه للفوق هكاك هو سخون الفوق تاعكم، دخلوه وخلوه يقعد حوالي 10 دقائق. بعد ما يقعد 10 دقائق خرجوه وخلوه يبرد حتى يبرد. يعني لا درتوه الصباح حتى العشيه، بما اننا رانا في رمضان ماذا بكم ديروه في السهره ولا ديروه صباح بكري العشيه من داك. واش نقول لكم، شهيه طيبه، صحه فطوركم، صحه سحوركم. ما تنساوش دعوا لي بالخير، ديروا لي جيم، بارطاجيو لي فيديو تاعي فيما بيناتكم، وما تنساوش تابونيو. في امان الله.